احلى فول بقى ناكله في رمضان كده ان شاء الله. هنعمله باسرار العربيات، ببعض الاضافات البسيطه. انا عملته قريب على القناه من غير اي حاجه خالص. هنعمله النهارده ان شاء الله باضافات بسيطه جدا عشان ما تغيرش الطعم، ونحس كده بطعم الفول. هنشوف كده مع بعض. معايا نص كيلو فول هنقعه 12 ساعة. هنحط عليه معلقة كبيرة سكر ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كمون وهنسيبه 12 ساعة. هنجهز بقى الإضافات، عبارة عن معلقتين عدس، معلقتين غلة، معلقتين فول مدشوش وليمونتين. هنحط كله كده مع الفول. نكون طبعا غاسلين الغلة وغاسلين الفول المدشوش بالطريقة دي. مش لازم يتنقعوا يعني، هيستووا طبعا مع الفول. هنبدأ كده نضيف كل المكونات اللي احنا جهزناها، الفول والعدس والغلة والفول المدشوش، على مية مغلية. وهنعصر ليمونتين بالشكل ده. هنرفع بقى حلة الضغط على النار، بتاخد بالظبط 3 ساعات. ولو دماسة عادية أو حلة عادية بتاخد حوالي 6 ساعات عشان يبقى مستوي تماما. هنا بقى تقريبا بعد 3 ساعات هنفتح بقى كده الحلة. طبعا بعد ما البخار كله يخرج تماما. طبعا القوام بتاعه والشكل وكل حاجة بتبان لما نقلبه كويس. وهنضغط عليه كده بالهراسة او ممكن بالهاند بلندر، بس يعني احنا ناس كتير مش بتحبه ناعم قوي، يعني احنا هنعمله كده نص خلطة كده بس لحد ما القوام يتقل. على فكرة القوام ده هو اللي بيخلي الفول ما يغمقش معانا. المية الخفيفة هي اللي بتخلي الفول يبقى أسمر. فلازم القوام يكون تقيل بالشكل ده، بالإضافات أو بإن احنا نضربه كويس. رشة بقى ملح وكمون كده، الإضافات الكتير بتغير طعم الفول. وعندي خلطة كده عاملاها عبارة عن زيت حار وزيت عادي وطحينة. فيديو النهاردة خلص، بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.